بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قبل ما نبدأ نصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كل عام وانتم بألف خير، رمضان مبارك عليكم يا رب. صلاة على النبي، صلى على النبي تاني. النهاردة بقى ان شاء الله انا هعمل معاكم وصفة حلوة وجديدة ومختلفة بقى على قناتي، مختلفة على قناتي بطريقة مين؟ مطبخ أمولة. دلوقتي انا معايا حلة اخرط فيها بصلة. طبعا ممكن تفرمها عادي في الكبة، بس يعني انا استسهلت وخرطتها بالسكينة. وضفت في الحله، حطيت فيها حبه زيت وبدات ان انا اصفر البصله. هديلها لون اصفر فاتح، يعني مش هنغمقها زي ما انتم شايفين كده. بعد كده هبدا اضيف عليها دي معايا كبد وقلوب فراخ. انا مقطعاها مكعبات صغيره، يعني زي كبد عصافيري كده. اخدين بالكم تقطع لي العصافيري دي. اقلبها بقى، اشوحها فيها حلوه قوي 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 كده لغايه لما تشمع فيها. وبعد كده بقى هبدأ اضيف لها بهاراتي. ده معايا كمون وفلفل وملح ومرقة وفص مستكة. هي دي كل البهارات اللي انا هضيفها عليها. اه وربع معلقة صغيرة قرفة. تنقلها بقى في حتة تانية، القرفة دي تنقلها في حتة تانية اهو. اقلب بقى كل الحاجة ديت كلها، اقلبها حلوة اوي 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 مع بعضها. وبعد كده يكون معايا كوباية ونص رز. طبعا الرز ده اختياري، عاوزة تكتري بقى او تقللي كل الكميات على حسب اللي انت هتعمليه. طب ايه اللي انت هتعمليه دلوقتي يا اموله وبتجهزي له الحاجه ديتي؟ انا هعمل الحمام الكذاب. هعمله بس بطريقتي انا، الطريقه اللي انا بصراحه كان خطير بامانه. غسلت له بقى كوبايه ونص رز مصر عادي بتاعنا. ضفتها عليهم بقى. طبعا الرز الميه بتاعته مش هتبقى الميه اللي احنا بنسوي بقى الرز في العادي. لا، ميه الرز هتبقى اقل. يعني انا ضفت كوبايه ونص رز، انا مش هحط غير تلات ارباع كوبايه، يعني كوبايه الا ربع ميه. يا دوبك الميه بس تغطي الرز، وهسيبها بقى لغايه لما تستوي فيها. وبعد كده شو انا ده يعتبر نص كوبايه، لان ده فنجان صغير. هضيف كمان نصه، يعني كوبايه الا ربع بالظبط اللي انا ضفتهم ميه. غطيت بس الرز وهديت على النار شويه، لان كده الميه تنشف بسرعه. غطيت على النار وسيبته لغايه لما اخد تلات ارباع سوا، مش سوا كامل، تلات ارباع سوا. وبعد كده بقى اسيبه، اقوم بقى غرفاه واسيبه لغايه لما يبرد خالص. لازم قبل ما تستعمليه يبرد. طبعا لو انت مستعجله والوقت كان سرقك زي ما سرقني كده، وقمت علشان اعمل الاكل واخلص الساعه 4:30، وطبعا ما كانش عاد غير اقل من ساعه ونص على المغرب. فالوقت ما كانش في صالحي خالص. غرفت بس الرز اهوتي او الخلطه بقى ديتي، سبتها بقى عشان تبرد كده على جنب. بس انا طبعا ما استنيتش لما هي تبرد. انا بقيت ابرد في انا بقيت ابرد في الطبق. وحشي. ده الحمام الكداب اللي انا كنت عاملاه معاكم في فيديو تفريزات رمضان. انا طلعتهم بقى، دول 6 وراك. هبدأ بقى احشيهم. انا بقى تبرد في الطبق زي ما انتم شايفيني كده. وهجيب بقى واحد واحد احط فيه الحشوة. انتوا لو شفتوا فيديو التفريزات انا كنت معيناه متبل جاهز. يعني انا طلعته من قبلها بيوم بالليل وسبته لما يفك. اهو اجيب بقى الخلطة وابدأ احشيها. طبعا هو الراجل لما اجى يفتح لي الوراك كان خلاها خالص، ما عملهاش اللي هي الحمام الكداب. زي ما انتوا عارفين ان الدبوسه بتفضل سليمه، واللي فوق بس هي اللي بيتشال منها الجلد، العضمايه. وبرضه العضمايه بتتشال من الدبوسه. والمفروض ان هو كان يحافظ لي على الجلد، علشان دوت اللي انا هعرف اربط منه كده. بس هو طبعا ما عملش كده. بس احنا طبعا انا هتصرف وهطلعها مية مية ان شاء الله. بدأت بقى اجيب الخله وابدأ ان انا هدككها كلها زي ما انتوا شايفين كده. ما عندكيش خلة وما انتش عايزة تعملي بيها، بفتلة خيط او الدبارة، نجيبيها ولفها بقى حلو. مش عايزة ولا ده ولا ده، عايزة تلفها في فويل. لفيها بس ديت ساعتها هتتسلق، انما احنا دلوقتي مش هنسلق. عايزة تحطيها في ستريتش وتسلقيها برضو، حطيها لفها في ستريتش واسلقيها. بس انا برضو يعني دي مش هتتسلق، دي هتتعمل بطريقة حلوة قوي. ولو انت عندك هو كان جايلك جاهز، يعني الجلد بتاعه سليم فيه وتعرفي تقفليه من غير ما تضيفي له خله. هتقلبيه بس على ظهره، يعني هتعمليه حلو كده، تحشيه حلو وتقلبيه على ظهره. هتشوفوا دلوقتي انا هعمل اخلص بقى كل الكميه اللي معايا ديتي. زي ما انتوا شفتوا كده، بسم الله ما شاء الله، ما عادش ورك فرخه، لا، بقى ورك ديك رومي.
معايا بقى بصلتين، طبعا غسله الحاجه دي كلها ومظبطاها. ابدا بقى اقطعهم حلقات. عاوزه تفرميهم افرميهم، بس يعني هم كانوا حلوين حلقات. والطماطم نفس الحكايه برضو اقطعها حلقات كده. وبعد كده بقى اضيف لهم ملح وفلفل وكمون وشويه زيت وبهارات فراخ ومرقه فراخ. هضيف كل الحاجات ديت عليها زي ما انتوا شايفين كده، وتبقى ادعكهم حلو مع بعض، علشان الحاجه كلها تاخد من التتبيله بتاعتها. وشطه طبعا ديت اختياري للي بيحب. هي مجرد ان انا ما بكترش الشطه، انا بحط حبه صغيرين بس بتطعم الاكل شويه. هدعكها بقى حلوه قوي 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 قوي. وبعد كده معايا بطاطس متقشر ومتقطع برضو مكعبات بنفس الطريقه. هبدا ارصه هقلبه في التتبيله دي كلها علشان ياخد برضو من الطعم كله من بعضه. اقلبهم بقى كلهم حلو قوي 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 مع بعض. وابدا بعد كده ارصهم. طبعا انا طلعت الطاجن على ان انا هشتغل في الطاجنين، بس بامانه انا خفت اشتغل في الطاجن البايركس. مش بايركس اللي اسمه، ما علينا. بيقولوا لي في التعليقات اسمه، انا دايما بنسى الاسامي. المهم بعد ما ضفته وقلبت كله في بعضه زي ما انتم شايفين كده، وضفت ورصيت الحمام الكذاب، رجعت تاني غيرت كل اللي انا عملته ده. هتشوفوا كل حاجه دلوقتي معاكم، لان أنا خفت بصراحه ان انا ادخله خفت ان انا ادخله الفرن، مع ان انا شارياه وعارفه ان هو عادي يدخل الفرن عادي ويشتغل عادي. بس يعني ما علينا ما علينا، بردت كتير مش مهم. المهم ابدا بقى ارص الحمام الكداب. طبعا لو اخدين بالكم القفله اللي تحت، علشان برضو لو قدر الله لو فتحت ولا حاجه، انا بوريكم اهو القفله اللي تحت، علشان لو فتحت هتقوم مكموره بقى من الصهد من تحت، هتقوم قافله على بعضها. حطيتهم ورصيتهم، وكان المفروض بقى ان انا هغلف بورق فويل، بس خفت. رجعت تاني شلت كله تاني ورجعتهم في رجعتهم في الطاجن التيفال. دول طبعا اتفضلوا معايا لان الطاجن دوت ما كفاهمش، فانا سبتهم على جنب. احطهم دلوقتي في طاجن فخار واسويهم برضو. ضفت لها بقى كوبايه ميه، ومفروض ان انا هغلفها فويل، بس انا ما غلفتهاش. انا دخلتها الفرن على طول وسبتها لغايه لما استوت سوا كامل. طبعا كنت عملت بقى بعد كده عملت باقي الرز اللي اتفضل من الخلطه. شوفوا بقى بعد ما طلعت من الفرن بقى وشفتوا الجمال. وباقي البطاطس اللي كان اتفضل انا ضفته في الطاجن ودخلته معاه في على نفس النار. وعملت بقى رز ابيض، وعملت بقى العصير بتاعي. وده كان فطارنا لليوم دوتي. رأيكم بقى؟ بس بصراحة كان الحمام الكداب تحفة. جربوه وان شاء الله مش هتندموا، هيعجبكم قوي 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 قوي. كان خطير. استودعكم الله، دمتم في رعاية الله، مع ألف سلامة. وما تنسوش تعملوا لي اشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس وتكتبوا لي تعليق حلو زي قلبكم، تقولوا لي فيه تسلم ايدك يا أمولة. دمتم في رعاية الله.